هو ازاي عبقري زي تسلا يموت وحيد ومفلس ومعهوش فلوس يدفن بيها حتى؟ وايه علاقة اديسون بالموضوع؟ في سنة 1884 العالم كله كان بينام من المغرب، والكهرباء كانت حاجة جديدة شبه السحر. وفي السنة دي بيوصل نيكولا تسلا لنيويورك ويبدأ يشتغل في شركة اديسون. وكانت علاقة تسلا واديسون كويسة لحد ما اكتشف تسلا ان اديسون بينسب الفضل كله لنفسه وما بيقولش ان تسلا عمل اي حاجة. فقرر تسلا يسيب الشركة ويفتح شركته الخاصة، ومن هنا بدأت الحرب بين توماس اديسون ونيكولا تسلا. اديسون اللي كان مصمم ان التيار المستمر افضل من التيار المتردد، وتسلا اللي كان مصمم ان التيار المتردد افضل. وفجأة وفي ظروف غامضة يحترق مختبر تسلا بكل حاجة فيه، واللي كان مليان ابتكارات واختراعات وابحاث لو كانت موجودة لحد النهاردة كانت غيرت العالم. واظن كده انت عرفت تسلا مات وحيد ومفلس ليه. تفتكر اديسون هو اللي حرق المختبر ولا لا؟ لايك وفولو واستنوا الجديد علشان